بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. الشوط الاول خلص بين الاهلي وسموحه. الاهلي فايز 1-0 بهدف ولا اروع من محمد شريف، هدف ار2 عالمي باقدام محمد شريف. سلبيات الشوط الاول: عمرو السولية بطيء جدا، حتى جوه ال 18 بطيء، عايز الكرة هي اللي تجيله. يعني صعب قوي، انت لو حطيت لاعب من سموحة مكان عمرو السولية هيكون افيد للنادي الاهلي. كهربا مش موجود خالص في الشوط الاول، اتمنى يكون كهربا فايق في الشوط الثاني وما يكونش الغرامة واخدة كل تفكيره. اتمنى من الشوط الثاني يكون عمرو السولية يطلع ينزل القندوسي مكانه. خالد عبد الفتاح ممتاز في الباك الشمال، لاعب جوكر، موجود في السندر باك، موجود باك يمين، موجود باك شمال، موجود خط النص. خالد عبد الفتاح رائع. الشناوي بجد هو ده الشناوي، ده السد العالي بتاع منتخب مصر. بجد اللاعيبه النهارده كلها رجاله باستثناء عمرو السولية وكهربا. اتمنى له التوفيق في الشوط الثاني. سلام.